صباح الخير، ازيكم؟ مفيش اطعم ولا احلى ولا اروع من البسبوسه، خصوصا لو سكرها مظبوط ومرمله وطعمها فعلا حكايه. لازم تكون ناجحه معاكم ان شاء الله. عملتها معاكم قبل كده وحبيت ان انا اجربها تاني. انا اسمي مروه. لو لسه ما تابعتنيش اتمنى تشوفي فيديوهاتي وتقولي لي رايك فيها وتدوسي لايك وشير لو عجبك الفيديو. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنبتدي فيها الشربات بتاعنا. هحتاج كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، وعصير نص ليمونة على النار لمدة 10 دقايق بالظبط، ونطفي عليه ونسيبه يبرد تماما. تمام كده، دي أول خطوة معانا. الخطوة التانية بقى هنعمل الخليط بتاعنا. كوباية من السكر، كوباية إلا ربع من الحليب، معلقة كبيرة من عسل النحل، ونقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. أتمنى تقولولي من أي بلد انتوا بتتابعوني. السميد بتاعنا بقى نص كيلو من السميد الناعم، كوباية من السمن، هنفركه فيه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عايزين نغلف كل حبات السميد بالسمن بتاعنا. الخطوة دي مهمة جدا عشان تطلع البسبوسة معانا ناجحة بإذن الله. تمام كده، هننزل بقى بالخليط بتاعنا بالشكل ده وهنقلبه بالطريقة دي. حاولوا ما تعجنوش عشان السميد لما بيتعجن بينشف وبيبقى معضم كده والبسبوسة بتفشل معانا خالص. يعني يا دوب تلموا المكونات في بعض بس. الصينية بقى دهنتها كويس جدا بالسمن وهبتدي انزل بالخليط بتاعي. هفرده كويس جدا، هيتفرد بكل سهولة معايا. في المرحلة دي انا مسخنة الفرن بتاعي درجة حرارة 180. هتخبطوها خبطتين 3 كده علشان تظبط معاكي، وحاولوا تقطعوها في الاول، والخطوة دي برضو مهمة جدا. قطعيها بقى التقطيعة اللي انتي حباها. الوصفة دي ناجحة جدا يا جماعة ومضمونة بإذن الله. كل اللي جربها بعتلي على جروب التطبيقات الصور، بجد حكاية. هسيب لكم لينكات شغلي كله ان شاء الله في اول كومنت. نزلت بقى الشربات بتاعي وهو بارد، والبسبوسه تكون سخنه مولعه نار زي ما انتوا شايفين. حابين تسيبوها ساده اوكي، حابين تحطوا فستق من فوق زي ما تحبوا. سهله جدا وبسيطه وسريعه ومرمله. انا بغطيها بالفويل مش اقل من ساعتين عشان تاخدي النتيجه الناجحه اللي انتوا شايفينها دي. القطعة بقطعتها وفي نفس الوقت مش مفتفتة، بس بتدوب ذوبان لو اكلتيها. حلوة جدا وسكرها بجد مظبوط. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. شايفين الطعامة؟ مفيش احلى من كده. من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها. سهلة وبسيطة جدا وسريعة، وفي دقايق هتحضريها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومستنية رأيكم في الكومنتات، ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وشيروا بقى الفيديو مع اصحابكم لو عجبتكم الوصفة. شايفين الطعامة؟ عايزة اقطعها لكم كده من جوه، افتحها لكم وتشوفوا قد ايه مرملة وطرية جدا، خطيرة بجد حكاية. القطعة دي لوحدها كفيلة انها تغير مود اي حد. مفيش احلى ولا اطعم من كده. مستنية ان شاء الله رأيكم. تمام، يلا قوموا بقى جربوها، ان شاء الله تعجبكم قوي. شايفين طرية ازاي؟ خطيرة وفي نفس الوقت متماسكة. باي باي.